الناس اللي مش عارفة سبب إيقاف مروان عطية وصلاح محسن اتفرج على العبث اللي هم عملوه. دي حاجة تانية عبثية من صلاح محسن. لك يا رجاله، لك يا صلاح. سيب لي بس مروان عطية على جنب دلوقتي وتعالى للجليادور اللي محدش عارف انه رايح مع المنتخب غير خالته وعمته لحد ما لعب ماتش انجولا. لما لعب عرفنا ان هو رايح تقريبا لحسام حسن يمسك له الشنط، حاجه زي كده. تخيل ان ده هو بدايه شراره كل حاجه. عمل لك كده مروان عطية شافه بيشاور على الفلوس، لك يعني لما صلاح محسن بتاع المصري يعمل كده انا مروان بتاع الاهلي اسكت؟ افتكر نفسه ساري عربي وقعد يطير في فلوس. طب يا جماعه فين الرشاوي؟ ما اعرفش. طب يا جماعه احنا ما خسرناش بقرار تحكيمي، مش ضربه جزاء ولا حاجه، ما اعرفش. هو كده خلاص خسرنا وخرجنا وانتوا عملتوا فلوس في الملعب. لقاءات صحفيه بقى نقول احنا خسرنا ليه؟ هنمشي نعمل 7. كنت تعرف ان دي علامه الانتصار؟ عارف ايه 5 الزياده دول؟ ال7 دول اتخدوا من الجيل الذهبي. انت مالك يا صلاح يا محسن؟ ما اعرفش. هو كابتن حسام عمل 7 في الملعب، انا بعمل 7 زيه. يا صلاح اللي بيقولوا لك هارد لك دولت صحفيين مصريين، رد عليهم عبرهم. لا انا على وضع الطيران دلوقتي. النتيجه ان تم ايقاف اللاعبين، ولو جيت تكلم حد وتقول له ده عيب وغلط، لسه رايحين نلعب في كازابلانكا، يقول لك انت مالك هم حرين. طب البس بقى يا معلم وانتظروا النهارده استقبال جمهور الوداد والرجاء في ماتش مصر ونيجيريا للفراعنه المصريين.